السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، معلش سامحوني. الفيديو اللي كلكم طلبتوه مني اللي هو ريفيو عن القلاية بعد سنة من استخدامها. في ناس طبعا عايزة تجيب قلاية وخايفة من موضوع التقشير والكلام اللي حصل على القلاية او مثلا القلايات التانية. انا عايزة اقول لكم على حاجة، صلوا على النبي كده. تمام. كل الماركات، اقسم بالله كل الماركات، فيليبس، بلاك اند ديكر، اميانتا، تورنيدو، ايه تاني، كلها تمام، كلها بتقشر. ده اللي انا فهمته، لاني انا مش انا يعني انا مش انا وصحابي في ناس جايبه فيليبس وفي ناس جايبه بلاك اند ديكر نفس الكلام. ليه بقى؟ لان الدهون بتلزق. الدهون عموما الزيت والكلام ده كله، انت حاطه زيت في درج وقافله عليه وشغال سخونيه وشغال هواء سخن عليه وعلى الصاج وعلى الدرج كله. تمام. فطبيعي حتى لو معمول باكتر حاجه اللي هو تيفال او الكلام ده كله بيقشر. طيب دلوقتي نعمل ايه؟ وبرضو هحاول اجيب لكم صورة فيليبس، كان حد كان عارض صورتها. تمام، متقشرة الدرج بتاعها، هي علشان ليها درجين، مش شبكة، لا ليها درجين، اللي هو درج كده للشبكة ودرج للحلة وهي بمقبض واحد. ده اساسا اتكسر وهي فليبس. تمام. طيب انا اساسا اول اي حاجة انا اخترت فريش. ليه اخترت فريش؟ لان هي شركة هنا في مصر. تمام. انا اتعاملت مع الشركة في اكتر من منتج. تمام، كلهم زي الفل ما شاء الله. تمام. شركة الشركة نفسها لو في اي قطع غيار يا ستي، حتى لو انت مش هتبدليها، او مثلا عدت عليكي سنة تمام ومش هتبدليها، بس في قطعة غيار انت تقدري اللي انت تحوشي تمنها وتروحي تجيبيها، مش اللي هي الحاجة اتكسرت او الحاجة قشرت او الحاجة حصل لها حاجة. فال القلاية كلها اترمت. تمام، انتوا فاهميني، اللي هو في مكان اقدر اللي انا ارجع له. وفي كتير من اللي اشتروا القلاية لما قشرت او الشبكة بتاعتها قشرت راحوا للوكيل بتاع فريش فغيروها. سواء بقى غيروها طبعا في مماطلة بتحصل طبعا في اي حاجة. انتوا في مصر. تمام. مش اللي هو مثلا تروحي وانتي في الضمان فيدوكي والكلام ده كله. في فروع سلمت الحاجة يعني اللي قشرت او الكلام ده كله بكل سلاسة، وفي فروع تانية قالت لا ده عيب استخدام والكلام ده كله. لاني فعلا بيبقى في ناس عيب استخدام، لاني انا استخدامي غير استخدامك غير اي استخدام حد تاني. تمام. بس برضو يعني ان انت تلحي اللي دي لا ولازم تتغير والكلام ده كله فغيروها. تمام. هي دي الفكرة. تمام. بصوا هنا، يعني هنا ادي كلمة فريش اهي. في ناس اول لما اشتريتها اقسم بالله تاني اسبوع كلمة فريش اصلا راحت من عندهم. طيب تمام، انا دي بقالها مثلا سنة اهي الكلمة اهي موجودة. اوكي. بصوا بالنسبة للحلة، الحلة اهي دي الشبكة اللي قشر فيها ده. يعني هو بس علشان الضوء تمام محمر شوية، لكن هو مش كده، هو ده يعني علشان الزيت. تمام. اهو دي زيوت، بصي زيوت متراكمة من السخونية. تمام. دي الشبكة. بالنسبة الحلة عملت كده. تمام. في ناس دي كلها راحت. ده علشان كنت ايه في الاول ما كنتش بستخدم المفرش السيليكون، او ما كنتش بستخدم لها حاجات تحافظ عليها. تمام. انا دلوقتي ادي الشبكة، ادي اهو الحلة. تمام. انتي لسه شارية، انتي بقى بصي يعني الفيديو ده ليكي بقى انتي، يعني بسم الله ما شاء الله. لو انتي لسه هتجيبيها او انتي لسه ما استخدمتهاش هتعملي ايه؟ هتجيبي مفرش سيليكون اهو، هتحطيه كده. المفرش ده على فكرة كده انا ايه، انا قصاه
يعني هو 2، يعني هو مفرش وانا عامله 2. هتحطيه في الحله، استخدمتي الحله هتحطي فيها المفرش. تمام، مفيش دهون تنزل على الحله، فتخليها بقدر من الامكان فله. يعني هتلاقي لو انت استخدمتي المفرش كده باللي انا بقوله لك ده تمام اهو. وانا هستخدم الشبكه برضو، احط مفرش تحت الايه، تحت الحله عشان الدهون لما تنزل من الشبكه. وادي الشبكه. اوكي، عايزه تستخدميها كده تمام. عايزه مثلا في حاجات يعني انا بستخدمها كده بس على الشبكه نفسها مع السمك فقط لا غير، لاني لما بستخدم المفرش على السمك بيبقى مش محرمش. انا بحبه مقرمش شويه. تمام، فببقى علشان تخليه مقرمش الهواء يدخله من تحت لفوق علشان يخليه مقرمش، فانا بستخدم الشبكه عليه. زياده عن كده بقى بستخدم المفرش السيليكون. ادي المفرش السيليكون. يبقى احنا كده ايه، حمينا الشبكه وحمينا الحله من تحت من اي دهون تنزل عليه تبوظها. لو انت لسه جايباها هتقدري تحميها 90%. ده انا كده كنت لسه جايبه، يعني انا كنت لسه جايبه المفرش. لو انا بقى استخدمته من الاول خالص تمام ما كانتش الحله قشرت مني كده. تمام. طيب في حل تاني ده مثلا، استنوا علشان احط لكم على المفرش علشان ايه تشوفوه حلو. اللي هو الحامل ده، عايزه مثلا ايه تخلي الحاجه تبقى عاليه والهواء يدخلها من تحت لفوق، هتجيبي ايه الحامل ده وتستخدميه. دي كل الطرق اللي انت تقدري تستخدميها عشان الشبكه بتاعتك ولا الحله تقشر. تمام. لكن زياده عن كده اللهم صل على النبي، القلايه ما شاء الله الله اكبر، كل حاجه بعملها فيها. ودي انتوا شفتوا الفيديوهات اللي انا بعملها، والحاجه ما شاء الله الواط بتاعها ما شاء الله 1800 واط، يعني عاليه طبعا. كل ما تعلي بالواط كل ما الحاجه بتستوي اسرع وفي نفس الوقت ما بتجلدش منك. فانتي لما تيجي يعني تجيبي قلايه سواء فريش او اي نوع تاني، حاولي الواط بتاعك يعلى من 1800 ل 2000. تمام. المساحه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، بصوا مساحة ما شاء الله. بتاخد فرخة مثلا ونص متقطعة، فرخة ونص متقطعة كشوي. تمام. وبتاخد طبعا ايه بتبقى محطوطة بقى كده، يعني اللي هو ايه، والفراخ اول لما بتنزل في السخونية والكلام ده بتكش، فبيبقى سهل اللي انت ايه بتقلبيها والكلام ده كله. وفي نفس الوقت لو هي كبيرة بستخدم الحامل، بحط الفراخ واروح حاطة عليه الحامل واروح حاطة الايه القطع الزيادة اللي ما خدتهاش ايه الحلة، سعة الحلة. تمام. طبعا الساعة بتاعتها 5.5 لتر. اوكي. البرامج بتاعتها زي ما انتوا كده شايفين. للحمة المفرومة، بطاطس، كب كيك، فراخ بالعظم بتاعها، سمك، لحمة او فراخ من غير عظم، تجفيف خضروات، او انا بستخدم البرنامج ده للتسخين والعمل الزبادي. وادي هو برنامج للجمبري. الزرار للتعلية، واللي هو اللي انت توطي او تعلي درجة حرارة او تنقصي المدة بتاعت الدقايق. ما شاء الله. بصوا يعني ما شاء الله، يعني اساسا انا اول لما اخترتها كان قدامي فيليبس وبلاك اند ديكر والكلام ده كله. تمام. فبصراحة ربنا هي مريحاني. طيب كنت عايزة اتكلم برضو معاكم في موضوع اللي هو في ناس بتسألني الدرج ولا الرفوف. طيب دلوقتي انا كذا حد قال لي اختار اللي هو يجيب الادراج اللي هي بتبقى القلاية وكذا درج كده في شبكة وفي 2 صاج والكلام ده كله، بتبقى مش عارفة 12 لتر سعة. تمام. وفي شبكة كمان جوه بتاعت للبطاطس للتقليب. بصراحة ناس جربتها لا مش احسن حاجة. البطاطس علشان تقلبيها لازم تخرجي الدرج كامل بتاع اللي هو اللي بيلف ده علشان تقلبيها، فدرجة الحرارة بتتهوى في الدرج نفسه. تمام. وفي نفس الوقت بتبقى سخنة جدا، بتلسع ايديهم لما بتيجي بتحركيها بتقلبيها. بالنسبة لدرجة السخونية ومدة السوى، طبعا الدرج مدة السوى بتاعته بتبقى اقل، لان انت هنا في احكام. بصي في احكام هنا
الدرج مقفول 100%. لو بيطلع بخار لكن مش بيدخل هواء، تمام، بيطلع بخار سواء الحاجة فيها سوائل كتير او سوائل حاجة فيها زيوت كتير، تمام. لكن بالنسبة للأرفف لا، هي بتاخد كتير لان فيها نسبة تهوية كبيرة والسعة بتاعتها كبيرة. فكل ما السعة بتكبر كل ما التايم بتاعك، طبعا انا مش هقدر يعني انا هدخل سخونية ل5.5 لتر، ولا هدخل نفس السخونية او اعلى شوية ل12 لتر بمساحة اعلى، طبعا بالمخ كده. فاحنا جايبينها علشان اولا تساعدنا، ثانيا تنجز معانا، الانجاز اقل كتير كمساعدة في التنظيف والكلام ده كله. طبعا الدرج طبعا اسهل كتير. الارفف صعبة جدا، بالذات كمان اللي هي الارفف بتاعة الشبك، يعني بصراحة مميتة. تمام، اظن كده انا جاوبت على كل الاسئلة. لاي حد حابب اللي هو يجيبها. في سؤال تاني بيتقالي اللي هي دلوقتي مش موجودة في السوق. تمام، حضرتك بتعملي ايه؟ بتدخلي على الفيسبوك على السايت بتاع فريش وتفضلي متابعة معاهم. لو انت عايزة تجيبيها من السايت بتاعهم، تمام. عايزة تجيبيها من امازون، من جوميا، برضو تتابعي لان بيبقى بينزلوا عروض عليها. في بقى كارفور ومثلا فتح الله او الكلام ده، تابعي برضو على السايت، واول لما تنزل تروحي تشوفي او تجيبيها اونلاين. انا شرحت لك كل حاجة فيها، وباذن الله مبروك عليكم لكل اللي عايز يجيبها. ولو حد اجابها انا عرفتكم ازاي تستخدموها الاستخدام الصح. وديكوا اهو شايفين الحمد لله باقل خسائر طالعين، اللي هو في التقشير يا دوبك قشرت حاجه بسيطه، ومش بالنسبه لي مش مرهقه ليا في اي حاجه. انا بستخدمها 100% عن طريق ورق الزبده او مفرش السيليكون او اي حاجه، وفي نفس الوقت بتدخل فيها الاطباق اللي هي بتستخدم في الفرن، وبيدخل فيها الطواجن، وبيدخل فيها كل حاجه. بسم الله ما شاء الله، القلايه زي الفل ما شاء الله. اللهم بارك، ربنا يا رب يجعلها يعني مباركه عليه يعني عليا وعلى كل اللي جابها، وباذن الله تبقى مبروكه على اللي هيجيبها باذن الله. انا كده جاوبت على كل حاجه، ولو في اي حاجه ابعتها لي على الكومنت، وبجاوب على يعني الاسئله كلها، مش بنسى حد. فما تنسنيش باللايك، ما تنسنيش بالاشتراك علشان تدعموني، عشان اقدر ان انا اعمل لكم حاجات تانية وفيديوهات تانية. والله يعني انا بلاقي الحاجات قليلة، فانا يعني بصراحة ما بقيتش احب ان انا انزل. فارجوكم حاولوا ان انتوا تساعدوني ان انا يعني اعمل فيديوهات كتيرة ونتشهر كده باذن الله. واشتراك بقى ولايك كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.